اليوم باش نودكم دي ساندويتش بخبز الباجرز 100% في ميزون يعملوا الكيف. كان تحبوا تعرفوا سر البنه كملوا الفيديو للاخر. اول حاجه باش نحضروا عجينه الخبز، نخلطوا المكونات الجافه الكل وتلقاو تحت الفيديو المقادير كامله. نزيدوا 3 مغارف كبار جديده والماء دافي، نعجنوا العجينه مليح لين تتماسك وتولي لينه، نغطيوها ونخليوها ترتاح ساعه. من بعد نقسموها كويرات صغيره ونزيدوا نخليوها ترتاح ربع ساعه. نحاولوا نشكلوها كما قاعدين تشوفوا في الفيديو ونزيدوا نخليوها ترتاح ربع ساعه اخرى. من بعد ما ارتاحت العجينه نحطوها في الماء، لازم يكون سخون مش يغلي، ونخليوها مده 3 دقائق من كل جهه. نحطوهم في طبق يدخل الفرن، ندهنوه باصفر عظمه مع شويه حليب ونرشوا عليهم شويه فاح خبز ونخليهم يطيبوا لمده 15 دقيقه على 200 درجه. ونتعداو نحضروا الفخذ باش نزيدوها للساندويتش. حطيت دجاج طيب، زدت له مايونيز جديده، شويه ملح، فلفل اكحل وعصره قارص. ولا هنا خبز الباجرز حضر، ونحكي لكمش قداش جاي خفيف وهشوش. وتوا باش نكملوا نحضروا لي ساندويتش نتاعنا. باش نحط بزيت بنت وتشخشيخه مايونيز جديده، نزيد شويه ليتو طماطم وبصل حسب الذوق، وخليت الدجاج اللي سبق وحضرناه. وانا لي باجرز نحبهم يكونوا مشخشخين على الاخر، هذاك على زيت مايونيز لشطر الخبز الثاني. وهكا لي ساندويتش نتاعنا حضروا، وزايد الكلام السر الكل في مايونيز جديده.